شوف الفيديو ده كده. الفيديو الجميل اللي انت شفته ده باختصار كده، الست الجميلة دي والشاب الجميل ده، الشاب ده يبقى قائد الطائرة والست ديت تبقى والدته، فجأة وهي رايحة تحج ان هو اللي هيقود الطائرة. تعالى كده اما احكي لك شوية تفاصيل على الفيديو الجميل اللي انتشر وشافه ملايين ونال اعجاب ناس كتير جدا جدا. صلي كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. الشاب الجميل ده مساعد طيار في شركة مصر للطيران اسمه كابتن عبد الله البهائي. الست الجميلة ديت بقى تبقى والدته. بيقول والدتي كانت رايحة مكة عشان تأدي مناسك الحج، وانا فعلا قمت بقى ولبست لبس الطيران عشان اوصلها للمطار، وكنت مفهمها طبعا ان انا رايح الرحلة بتاع مصر للطيران اللي راح الكويت، ورحت معاها كده وانا لابس زي الطيران. انا بقى كنت مظبط مع زمايلي وكنت مظبط لهم كل حاجة ان والدتي هي اللي جاية وعايز اعمل لها المفاجأة دي. طب ليه يا كابتن عبد الله عايز تعمل المفاجأة دي لوالدتك؟ لان ده كان حلم لوالدته، ده كان حلم والدته ان هي تبقى راحة حج وتشوف ابنها هو الطيار اللي راكب الطيارة وموديها بنفسه عشان تحج. وفعلا حقق أمنية والدته وعمل كده. هو ظبط مع زمايله وظبط مع قائد الطائرة ان هو اللي هيقود الطائرة في اليوم ده. وكانت المفاجأة الجميلة لما عملها لوالدته، والدته كانت حاطة في دماغها خلاص ان هو راح عشان يطلع على الكويت، اتفاجئت ان هو مقابلها على باب الطيارة زي ما انت شفت في الفيديو كده. خد بالك عشان الاحلام بتبتدي بالامهات. امك تتمنى لك وتدعي لك وانت اسعى وامن بربنا سبحانه وتعالى وكون واثق فيه، هتلاقي الحلم ده تحقق. اما الصوره اللي قدامك ده للطيار ده فدي قصه مشابهه بالظبط. اللي قدامك ده اسمه كابتن ماهر. كابتن ماهر كان من اسره بسيطه جدا جدا، والدته كانت تتمنى ان هو يطلع طيار. كتبت البطاقه اللي قدامك دي وكتبت فيها اسمه الثلاثي واسم المدرسه بتاعته والمهنه طيار، مهنه المستقبل، عشان ياخد حلم امه ده ويمسكه بايده ويحافظ عليه السنين دي كلها، مع انه كان من اسره متوسطه. وطبعا انتوا عارفين ان الطيران بيتكلف فلوس كتير، بس سبحان الله عشان كان متمسك بحلمه وعشان امه كمان بتدعي له، تلاقي كده الطرق بتتفتح لك ازاي انت ما تعرفش. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك بيبان انت عمرك في حياتك ما كنت تصدق ان البيبان دي تتفتح، عشان كابتن ماهر يبقى طيار ويكبر ويبقى طيار ويتخرج من كلية الطيران ويركب الطيارة ويقود الطيارة ويودي برضه الست والدته عشان تحج بيت الله. يا سبحان الله، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده جدا. اؤمن انت بس وتمسك بحلمك وخليك عندك ثقة كده في ربنا سبحانه وتعالى ان حلمك ده هيتحقق، والله هيحققه لك. اوعى تقول ان الظروف تعبانة وانا عمري في حياتي ما هبقى طيار او عمري في حياتي ما هخش الكلية الفلانية عشان احنا ظروفنا تعبانة. اوعى تقول كده، امسك في حلمك بس وامن بربنا وادعي وقول يا رب. ما تقولش اكتر من كده، خلي عندك ثقة ان ربنا سبحانه وتعالى هيفتح لك الطرق وهيحقق لك حلمك. اوعى تطلب من العباد، اطلب دايما من رب العباد. اوعى تطلب من العبد انه يحقق لك حلمك، اطلب من رب العباد ان هو يحقق لك حلمك، والله حلمك هيتحقق. اللهم في هذه الايام المفترجه يحقق حلم كل واحد فيكم يا رب، حقق حلم كل واحد فيكم ويحقق له كل اللي بيتمناه. وكل سنه وانتم طيبين. ولو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا شير ولايك، واشوفك في فيديو جديد.